أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح. القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. أهلا بيكم. كلنا شفنا اللاعب الموهوب جدا اللي بيجي في وقت الحسم وأداؤه بينهار. السر هنا مش في رجله، على فكرة السر كله في دماغه. النهاردة هنتكلم عن السلاح الخفي اللي بيحول أي لاعب كويس للاعب عظيم: الثقة بالنفس. طيب إيه هو بقى الفرق الحقيقي بين اللاعب الكويس واللاعب العظيم؟ أكيد طبعا المهارة والسرعة مهمين، بس العامل اللي بيحسم الموضوع غالبا بيكون حاجة مش متشافة، حاجة بتحصل جوه الدماغ. الإجابة ببساطة هي الثقة. في أعلى المستويات كل اللعيبة عندهم مهارة، دي تذكرة الدخول للماتش أصلا. لكن الثقة هي اللي بتجيب لك البطولة. الثقة هي اللي بتخلي اللاعب يلعب بحرية تحت أي ضغط ويقوم بسرعة بعد أي غلطة. وقبل ما نبني أي حاجة لازم الأول نعرف إيه اللي ممكن يهدمها. المعركة الأصعب مش ضد ال11 لاعب اللي في وشك، لا، المعركة الحقيقية ضد الخصم اللي عايش جوه دماغك. يلا بينا نعرف مين هم أعداء الثقة. ده العدو الأول والأخطر: الخوف من الغلط. لما الخوف ده بيسيطر، اللاعب بيبدأ يختار الباص السهل بدل الباص اللي ممكن يعمل فرصة حقيقية. الخوف ده بيحول اللاعب المبدع للاعب متوقع وممل جدا. العدو التاني هو الضغط الخارجي: هتاف الجمهور، صريخ المدرب، حتى نظرات الأهل في المدرجات. كل ده ممكن يتحول لدوشة صم الودان. اللاعب بيبدأ يفكر فيه: يا ترى هيقولوا عليا إيه، بدل ما يركز في الكورة اللي في رجله. وأخيرا العدو الثالث: التفكير في اللي فات. الغلطة اللي اللاعب عملها من 10 دقايق ممكن تفضل تطارده باقي الماتش وتسرق تركيزه من اللحظة اللي هو فيها دلوقتي. التفكير ده عامل زي السم بيبوظ كل لمسة جاية للكورة. يعني هما دول التلات أعداء: الخوف والضغط والماضي. إننا نتغلب عليهم هو ده المفتاح عشان نطلع كل الإمكانيات اللي عندنا. اوكي، كده عرفنا المشكلة. دلوقتي بقى نيجي للحل: ازاي نبني الثقة دي. الموضوع على فكرة مش سحر، الموضوع كله خطة واضحة وخطوات عملية. دي تعتبر خريطة الطريق عشان نوصل للقوة الذهنية في الملعب. الخطة دي ليها 4 أعمدة أساسية. بنبدأ بالتحضير الكويس، وبعدين بنستخدم قوة التخيل، بعدها بنسيطر على الكلام اللي بنقوله لنفسنا، وأخيرا بنركز على الأداء نفسه مش النتيجة. يلا بينا نمسك كل واحدة ونتكلم عنها بالتفصيل. أول عمود بسيط ومباشر: الثقة بتيجي من التمرين. لما تكون عملت كل اللي عليك في التمرين، جريت أكتر من أي حد، وشوت مئات الكور بعد ما التمرين يخلص، عقلك الباطن بيبقى عارف إنك جاهز. الثقة دي نتيجة طبيعية للمجهود اللي اتعمل. العمود التاني هو التخيل الإيجابي، وده معناه إنك بتدرب عقلك على النجاح قبل الماتش. غمض عينيك وشوف نفسك بتعمل المراوغة المثالية أو بتسجل جون الفوز. عقلك بيعمل بروفا للنجاح حتى قبل ما رجلك تلمس أرض الملعب. العمود التالت: التحكم في الحوار الداخلي. كل لاعب عنده صوت معلق جوه دماغه بيعلق على كل حركة بيعملها. اللاعب الواثق بقى بيحول المعلق ده من واحد بينتقد على طول لمدرب بيشجعه. وده مثال ممتاز للحوار الداخلي الإيجابي. بدل ما الصوت اللي جواك يقول إزاي تضيع، لازم تبقى الكرة الجاية هتبقى أحسن. جملة بسيطة زي دي ممكن تغير الحالة الذهنية للاعب 180 درجة في ثواني. نيجي للجزء اللي بيبين كل حاجة. لما نشوف الفرق ده بيحصل فعلا في الملعب، خلينا نقارن بين عقلية لاعب ثقته مهزوزة ولاعب تاني واثق من نفسه في نفس الموقف بالظبط لحظة ما بيعمل غلطة. على الفرق ده: اللاعب اللي ثقته قليلة بيسيب الغلطة تسيطر عليه، راسه بتنزل في الأرض وبيبدأ يستخبى من الكرة. أما بقى اللاعب الواثق بيشوف الغلطة دي فرصة عشان يرد، بيطلب الكرة فورا وبيحاول الإحباط ده للوقود عشان يحاول تاني. 100% هو ده بالظبط مقدار التركيز المطلوب للعبة اللي بعدها. مفيش مجال إننا نسيب حتى 1% من عقلنا بيفكر في اللي فات. الغلطة حصلت، خلاص خلصت. كل الطاقة الذهنية لازم تتوجه للخطوة الجاية. ومع صفرة النهاية لازم نفتكر حاجة مهمة جدا: الثقة دي مش محطة بنوصلها وخلاص، لا، الثقة ممارسة مستمرة زيها زي أي مهارة تانية في الكورة، محتاجة شغل كل يوم. يعني دي العدة الذهنية اللي محتاجينها. لازم نفتكر إن الثقة بتتبني بالمجهود مش بتجيلنا هدية. لازم نعرف مين هو النائد اللي جوانا ده ونسكته. نبني روتين يومي حوالين ال4 أعمدة اللي اتكلمنا عنهم. والأهم من كل ده، نتعامل مع أي غلطة بعقلية بتبص لقدام. في النهاية الثقة عضلة محتاجة تمرين.
فالسؤال دلوقتي مش هل ممكن أكون واثق من نفسي، السؤال هو تمرين النهاردة هيبدأ إزاي؟ وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.